الطالب اللي عنده فرط حركة وتشتت انتباه، والطالب اللي عنده عسر قراءة، والطالب اللي عنده حاجة اسمها عسر الحساب. عسر الحساب اسمه ديسبراكسيا، عسر القراءة اسمها ديسلكسيا، تشتت الانتباه اسمه ADD سوري تشتت الانتباه ADD. تشتت الانتباه وفرط الحركة اسمه ADHD. فرط الحركة لوحده اسمه هايبر اكتيفيتي. كل اللي انا رصيتهم دولت بلس زائد كمان حاجه اسمها ابراكسيا. الابراكسيا هي صعوبه في شويه في الحركات الدقيقه اللي هي اللي بنستخدم فيها العلاج الوظائفي. كل اللي انا قلتهم دول ابراكسيا، عسر القراءه، عسر الحساب، تشتت الانتباه وفرط الحركه، فرط الحركه وتشتت الانتباه، عشان نبقى عارفين بس قولا واحدا كده برضو زي ما بيقولوا. الحاجات دي كلها الطالب لازم وهنا بقول لازم ما فيهاش يعني حل تاني عشان نشخص حاجه من الحاجات دي. لازم يعني عشان يتقال ان الشخص ده ADHD، عشان يتقال ان الشخص ده عنده عسر قراءة، عشان يتقال ان الشخص ده عنده تشتت انتباه، لازم الاختبار الذكاء بتاعه يكون فوق مش فوق المتوسط، يكون واصل للمتوسط. في منهم كتير قوي بيكون فوق المتوسط اصلا. اوكي. فالصعوبات التعلم ملهاش اي علاقه خالص 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 بمدى ذكاء البني ادم. اتمنى ان احنا الموضوع ده يكون يعني ايه زي ما بنقولوا كده قولا واحدا وما نفكرش فيه تاني. طب احنا بنعمل ليه اختبار ذكاء واحنا بنعمل التشخيص بتاع فرط الحركه بتاع تشتت الانتباه بتاع الكلام ده كله عشان نتاكد. هي دي الطريقه ان احنا نتاكد انه ذكاء الشخص ده في المتوسط فيما فوق. اقل من المتوسط ده ما يبقاش حاجه خالص اسمها ADHD. مش هو الفيديو ده على قد ما تقدروا، لان بجد حرام في ولاد في جامعات في مدارس في حتت كتير جدا واهل متلخبطه قوي في فكره انه الطالب فوق المتوسط ذكائه وليمت جدا لكن مش بيعرف يقرا، ليمت جدا لكن بيتحرك كتير والحساب بتاعه مش كويس. موضوع ملوش اي علاقه بالذكاء، بالعكس عشان نشخص صعوبات التعلم دي لازم يكون ذكائه من المتوسط لفوق المتوسط.